فقره الويب مع سيمو في اطار السلسله اللي خصصناها اليوتيوب. وصلنا للحلقه 12 دغيا، وصلنا للحلقه ترى غادي داك الشيء اخويا تبارك الله ديك النهار. غادي نخصوها لواحد الموضوع مهم لكل صانع محتوى، هو كيفاش نحولوا المتابعين ديالنا من مجرد مشاهدين الى جمهور متفاعل وفي القناه ديالنا. اذا السؤال هو كيفاش نقدروا نخلقوا هذا التفاعل، كيفاش نخليوهم يعيشوا هذاك النجاح ديال القناه ديالنا من البدايه حتى الاخر ويكونوا طرف في النجاح. نبداو باول خطوه. الخطوه الاولى للتفاعل الحقيقي مع المتابعين هو استعمال واحد لوتي اللي توفروا لنا يوتيوب فابور. بكل بساطه هو استعمال لي لايف دي ديريكت ديال يوتيوب، لانه فرصه كبيره باش الجمهور ديالك يتلاقاك مباشره، يتفاعل معك بشكل فوري، فيس تو فيس انتراكشن. تسولو يجاوبك، تقرب ليه يتقرب ليك، تعطيه معلومه يرياجي سور بلاس، ربما يعقب عليها، كيكون معاك بحال انت معاه وهو معاك، او ميم طون حتى هو كيقول واه اللي قلت ليه غيقراها غيسمعها، فهمتي كتجي واعره. وباش ننجحوا هذه الانتراكسيون خاص مره ديروا لي ستريم اون ديريكت على الاقل واحد دو فوا، او لا مره على الاقل مره في الشهر. خاصكم تعلموا على لي لايف اللي غادي ديروهم على الاقل يومين قبل ما تديروهم، خلال فيديو خاص اللي تقدروا تصوروا وتبوستيوه من خلال لي كونت ديالكم او لي ستوري او لا لي ريزو سوسيو ديالكم اون جينيرال، او لا من خلال كوميونيتي تاب. الكوميونيتي تاب واحد الفيتشر اللي قليله الاستعمال في يوتيوب. اللي ما تعرفش الكوميونيتي تاب هو واحد ليسباس وفرته لنا يوتيوب فين تقدروا تفاعلوا مع المتتبعين ديالكم، ماشي عن طريق الفيديوهات ولكن عن طريق لي تكست، لي فوتو، لي ليان او لي سونداج. كاع غادي نقربكم منه اون ديتاي في الفقره المواليه، ما تمشيش بعيد. المهم حاولوا توجدوا ان بروغرام يكون كلير على اشنو المواضيع اللي غادي تهضروا فيهم في هذا لو ديريكت. زيدوا فقره خاصه بالاسئله والاجوبه، ومام ديروا العاب تفاعليه باش الجمهور يبقى ديما مهتم. اعتمدوا على شي موديراتور من المتتبعين ديالكم، خصوصا الناس اللي نتوما تثقوا فيهم، باش يسيروا النقاش ويجاوبوا على الاسئله اللي تتكون متكرره، وحافظوا على جوده الحوار. جبدوا الاسماء ديال المتتبعين بالاسم ديالهم، ديما قولوهم، خصوصا اللي شاركوكم الاراء ولا ساهموا في النقاش ولا غناو النقاش في واحد الموضوع معين. ما تنساوش، لان هذه القضيه هذه راه تعجبهم بزاف الناس، تقول لي سميتو في ديريكت تحس براسو كونسيرني. درتها ديغنيغمون، كان واحد الدري صيفط لي كومونتير وكتبت ليه سميتو ودرت ليه السميه اللي داير في البايو، زعما هذيك اللعيب ديال دخلت قلبت لك الكونط ديالك غادي ترى جاوبني بشي 60 سطر. ما تنساوش مره طلبوا من المشاهدين ديالكم، خصوصا اللي تيتفرجوا فيكم في يوتيوب، يتبعوكم يتابوناو ليكم، لان اغلب الناس اللي تتوصلهم فيديوهات او لا تيتفرجوا فيكم ما تيكونوش ابوني عندكم فلاش هذه بزاف. فوالا طلبوا منهم ايضا يشتركوا معكم في الجروبات ديالكم عن طريق الديسكورد، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، الشيء اللي تيقوي ديك العلاقه بينكم وبينهم. تخرجوا من يوتيوب تديهم الجروبات ديالكم، تتناقشوا تماك، ربما تبارطاجي معاهم بعض المعلومات. حتى واحد القضيه اللي ما بقاتش ديغنيغمون هي الميتين، كانت كدار شحال هذه في يوتيوب. انا عاقل بنادم كيجي كيكري شي صال وكيجيب دوك الناس اللي متبعينه وكيتلاقاو وكيدويو. انا جاني بحال الناس كثروا عليهم دوك النمبرز حيت ولاو لاكسيسيبيليتي ولات كبيره، دونك ما بقاوش باغيين يديروا اكزاكتومون. لا الناس خاصها اورغانيزاسيون، غادي يجيوك بزاف ديال الناس، ربما يوقعوا مشاكل، وقع شي حاجه ماشي هي هذيك، ما تتعرفش هاد الناس هادو شكون هما. داكشي علاش الواحد تيحاول يكون الكوميونيتي الا كانت غير قليله وكونترولي احسن من كوميونيتي كبيره وماشي كونترولي. بالنسبه لي انا بالنسبه لي، ولكن كنقول بانه الا كانت شويه الفلوس بنادم انفيستي، يجيب دي سيكوريتي، راه كاينين البوليس كيف ما كنعرفوا، راه نشوف داكشي غيكون يدوز مزيان. راه كاينين بزاف ديال لي زيفينمون في المغرب كيمشيو مزيان. اكزاكتومون. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا اكثر على الكوميونيتي تاب، هو واحد بحال ريزو سوسيال خاص بيوتيوب، هو واحد من احسن الادوات باش تفاعلوا بشكل يومي مع الجمهور ديالكم. سهل الاستعمال، اليوزر اكسبيرينس فيه سهله بزاف باش تعملوه. ما عليكم الا تكليكيو على كريي، ومن بعد كريي ان بوست، خليو لي بوبليكاسيون تكون متنوعه بين صور، لي سونداج، نصوص، فيديوهات قصيره اي لي ليان باش الجمهور ديالكم ما يحسش بالملل. لي سونداج من الوسائل المثاليه والواعره باش تستشروا مع المتتبعين ديالكم، تعرفوا الراي ديالهم حول نوعيه المحتوى او موضوع معين. حاولوا تدخلوهم حتى في اختيار العناوين، حتى الديزاين ديال التامبنيل الى اخره ديال الفيديوهات ديالكم، وباش تبينوا بانهم راه هما طرف النجاح ديال القناه ديالكم. بينوا لي كوليس ديال صناعه المحتوى ديالكم، الجمهور اللي متبعكم. هذه الخطوه تتقوي لو ليان بينكم وبين المتابعين. باش تزيدوا شويه ديال التفاعل قبل اي اطلاق فيديو او اسئله جديده، استعملوا العد التنازلي، الكاونت داون، انت تديروا الشيء اللي تيخلي الناس يتسناو. استغلوا لي كومونتير من خلال مشاهدات الفيديوهات اللي تديروهم. دخلوا اكتيفي لي كومونتير، راه بزاف ديال الناس ما تيكونوش اكتيفي لي كومونتير، تيخافوا من لي ميساج اللي تيكونوا نيجاتيف. هنا راه
تتحبس عليك بزاف ديال الحوايج منهم الالغوريثم بعدا ديال يوتيوب تيقول بان انت حابس الكومونتير كيفاش غادي يطلع لونغاجمون يمكن يقدر يقول راه ما كاين حتى شي كومونتير الالغوريثم خلي لا ليبرتي الناس يعبروا لا خلي غير هو الحويجات راه كاينين نيجاتيف كاين البوزيتيف الا جينا نديو غير على النيجاتيف راه البوزيتيف ما عندوش فالور ما غاديش يبقى عنده فالور التعاليق هما فرصه حقيقيه باش تفهموا المشاهدين ديالكم تعرفوا على الاراء ديالهم تبنيوا علاقه قويه معهم حطوا التعاليق الاكثر اهميه في الاعلى هذيك البين كومنت باش يكون واضح لكل المشاهدين جاوبوا على التعاليق بسرعه غابيدمون خصوصا في الساعات الاولى اللي بارطاجيتو فيها الفيديو هادشي كيزيد من تفاعل الجمهور ويحسن ظهور الفيديوهات ديالكم في الاقتراحات ديال اليوتيوب علاش لان تيقول الناس كومونطاو انت جاوبتي ربما هادشي هذا مهم انا بارطاجيه الناس اخرين شجعوا المشاهدين على التفاعل من خلال طرح الاسئله اللي عندها علاقه بالمواضيع اللي تتناقشوا فيهم باش تشجعوهم يشاركوا في النقاش خلاصه باش تبنيو علاقه مزيانه وقويه مع المتابعين ديالكم حاولوا تستغلوا لي لايف ستريم الكوميونيتي تايب ديال اليوتيوب جاوبوا على لي كومونتير ركزوا على استراتيجيه التعاليق باستعمال البين كومنت الرد المبكر او السريع والاسئله اللي تتكون واضحه باش تشجعوا الناس يكتبوا استغلوا حتى لي جروب كما قلنا ديال فيسبوك ديسكورد انستغرام تيك توك اللي تكونوا خاصين بالمحتوى ديالكم حطوا فيهم المحتوى الحصري وبارطاجيوهم مع الناس وطلبوا منهم يدخلوا لاشين يوتيوب ديالكم وتا الناس راه كما قلت اخويا سيمو في البدايه ديال هادشي هو انهم كيكونوا كيحسوا براسهم بارت اوف ذا بروسيس وانت انا زعما بالنسبه لي انا كنشوف شي صانع محتوى ولا كنكونسومي الناس اللي كيديروا الكونتنت اون فوا كنشوفوا سوا كيبارطاجي البيهايند سينز ولا كيخليني نكون بارت مثلا كيلوح مينياتور وكيقول كيفاش جاتكم راه هو تقدر تكون مع هذيك الشيء اللي غادي تقول ما غاديش يديروا ولا غيكون ما غيطبقوش ولكن تيحسك بان راك نتايا تتساهم في النجاح ديال هذاك البرودوي اللي هو ربما خدم عليه بزاف صور فيلم مونتا وصوب تامبليل وطلب منك باش تعاونوا باش يصوب تامبليل وهنايا انت فاش كتشوف ديك تامبليل واخا ما يديرش الفكره اللي قلتي ليه لو فات ديال انه خلاك تكون معاه تعبر بيان سيغ هذاك الشيء علاش دوك الناس اللي كيعيطوا لي كومونتير راه كتجيني فيزا اخويا خلي الناس يعبروا راه مزيان راه شي مره راه يقدر يقول لك شي كومونتير شي حاجه اللي انت ما كنتيش كترد لها البال واللي عند بالك راه صحيحه عرفتي بحال هذيك لي جروب ديال واتساب اللي تيكونوا فيرمي فوالا تيدخلك غير كتشوف فهمتي غير تدير غير لايك ولا ما تقدرش تكومونتي هادو انت تحس براسك بحال مقموع شي حاجه مزيره شكرا لك انور شكرا لنورا في الاخراج شكرا لشيماء شكرا للمتتبعين ديالنا لي زابوني اللي تتبعونا على انستغرام فيسبوك شكرا على لي كومونتير زوينين نعطيكم موعد اخر الجمعه الجايه في نفس الوقت على غادي دوزان في عباد جديد من سمع الويب اي بون ويكاند وتهلاو في راسكم ووالديكم وكيف ما ديما نسمعوا الويب for the creative process